بقالي ساعة قاعد اظبط احط التليفون فين، مش عارف. الاضاءة في الشارع دلوقتي وحشة، انا بصور بالليل وما عنديش مكان في العربية اعلق فيه التليفون. الصراحة انجاز. فانت لو شايف نص اللي فوق ده حاجة كويسة، ولو شايف النص اللي تحت برضه حاجة كويسة. يعني انت استحملني بقى في الفيديو ده. الصراحة ساعات كده انت بتطلب معاك تعمل حاجات انت مش عارف انت بتعمل كده ليه. معدي كده بالصدفة لقيت حد كده عامل عربية صاج، يعني مقفل عربية صاج كده وفيها ازاز، وقاعد بيبيع حلويات. تمام. الراجل ده يعني الجو وحش جدا، فانا الصراحة قلت لازم انزل اشوفه بيبيع ايه واجرب اللي هو بيبيعه، نعرف هو بيبيع حاجة حلوة. طبعا الراجل ده الصراحة انا كنت بجربه زمان، حلو، فانا مش عارف دلوقتي الدنيا معاه ايه. فانا حتى وانا بكلمه يعني وانا بجيب من عنده قلت له ده انا بقالي ياما قوي ما اكلتش من عندك. الراجل ده مكانه فين بقى؟ الراجل ده بيقف قدام مدرسه الزراعه اللي هي في الراس السوداء، اللي هي على طريق مصطفى كامل في وش شركه ادفينا. تمام. بيعمل ايه؟ هو بيعمل حاجه بسيطه، بيعمل بسبوسه وبيعمل هريسه محشيه او العكس، يعني مش عارف. انا قلت له اديني من دي واديني من دي. والصراحه الراجل تحسه كده قاعد في ملكوت تاني وفي دنيا تانيه. طبعا انا الفلاش عمالي عيني، فتعالوا عشان ما اطولش عليكم. الاول بس تنزل تعمل اشتراك في القناه، حط لك كلمتين على الفيديو، تنزل تكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين، وخلينا ندعم اي حد يا جدعان بيشتغل وبيشقى في الجو اللي زي ده. والراجل ده صنايعي، فبقول له انت بتقف امتى؟ هو قال لي انا بقف من بعد العصر. بيقول لي الخبيز لازم يريح، دي الصنعة، لازم الخبيز يريح شوية. انا الصراحة ما فهمتش الكلام، بس هو ملخص كلامه ان هو بيقف من بعد العصر لحد ما يخلص. هو معاه صينيتين بيخلصهم ويتوكل على الله. ندعم بعضينا بقى وندعم الناس البسيطة، الناس الرايقة، الناس الحلوة. تمام. انا نزلت جبت من عنده، قلت له اديني حتة هريسة سادة او حتة بسبوسة سادة وحتة هريسة محشية. انا الصراحة ايه، قلت لا انا عايز اصور بصراحة. قلت له اديني حته بقى كده من على الحرف، بس انا مش عارف انا هاكل ازاي بقى. دي المشكله الكبيره. الهريسه دايبه بمعنى الكلمه، لان المفروض الجو ده ساقع، الهريسه بتبقى ماسكه. فتعالوا ندوق. دي اللي هي المفروض المحشيه، بس انا مش عارف اجيب النص التاني بتاعها. يلا ندوق. بسم الله. معلش بقى يا جدعان اعذروني ان انا باكل بايدي، مفيش ولا معلقه ولا شوكه ولا اي حاجه، وهي الهريسه ما بتتاكلش غير كده. الصراحه فيها جوز هند وحاطط بندق وحاطط زبيب، طعمها تحفه. انا بوظت الدنيا. الساده دي بقى يا جدعان اللي هي البسبوسه. بصوا الصراحه طريه وهشه جدا وغرقانه في العسل. بسم الله. الهريسه المحشيه عنده سعرها 60 جنيه، الساده تقريبا يعني انا مش عارف بصراحه. انا اديته 20 جنيه وقلت له روق عليا. الصراحه الهريسه المحشيه عجبتني قوي، طعمها جامد والجوز هند جامد. لا الصراحه ميمي. لو انت معدي من قدامه بقى جبر الخواطر حلو، انزل هاتلك طبق كده ربع كيلو، حته ب10 جنيه، طبق نص كيلو وانت مروح البيت. بس اللي شقيانه وشغاله في الجو ده الصراحه كتر خيرها. فندعم بعض، ولو انتوا شايفين مكان يستاهل ان احنا ندعمه اكتبولي تحت وانا هروح واجرب الاكل من عنده. معلش بقى يا جدعان لو الاضاءه وحشه او لو انا عيني منوره او لو اي حاجه، استحملوني. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. متنسوش تحطوا لايك المتين.